لؤى معلوماتك غلط، ما تواخذني. فيروز منا مرت الاخوين الرحباني حبيبي. فيروز مرت عاصي الرحباني. شو الخبريه؟ منا مرت الاخوين. خي انا دارس ميوزيكولوجي. ايه قاري يا خي، حاطين فيروز. خي غلطانين اللي كاتبينها غلطانين. شو كل شيء بتقراه بتصدقوا يعني؟ لا مش بس هيك، مسرحيات كله كاتبينه سوا، كانوا كل شيء مع بعض كل شيء سوا، بس مش كاتبين كتابهم سوا. يعني هن مش ضروري كل شيء يعملوه مع بعض. اكيد انت هلا ولك اكيد كيف شو بك شو هالمعلومات هيدي اللي عم تجيبها؟ ما بعرف. مش دقيق. هيك علمونا بالموسيقى. مش دقيق. فينا نبلش؟ تحية لرابعة زيات. مساء الخير مشاهدينا. مساء الخير زياد، كيفك؟ مساء النور. ماشي الحال؟ وين جورج اليوم؟ مقاصص. ليه؟ لا ماشي، بس عم جرب قص البيدجي تبع الباند انا، لانه جورج طالب 25,000 ليرة على الحلقة بدل 20,000. ايه وصعبة. فعم جرب حطه تحت الضغط نفسي انه في له ريبليسمنت يعني. على كل حال لا، والريبليسمنت ماشي معك بموضوع كتير حساس، يعني كل اللي حكينا عنهم بميلة والسيدة فيروز بميلة، بس على كل حال هيدا رأيكم، ولو كنت انه بخالفك فيه زياد او بخالفكم فيه. هذا مش رأي، هي معلوماته الغلط. معلوماته الغلط. على كل حال خلونا نبلش حلقتنا ونستقبل ضيفنا لليلة. صوته والحانه فرضوا رقم صعب على الساحة الفنية، بس هو ما دخل المنافسة لانه وعلى حد قوله ما حدا بيقدر ينافسه. كل ما شكينا انه خفت صوته بفاجئنا بشي، بلحن او غنية أو حتى زواج. سوا بنستقبل الفنان الياس كرم. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. فنان واثق من نفسه لدرجة بيقول إنه ما حدا بينافسه، ويمكن معه حق. بس اليوم بعالم الفن السريع، هل بعده الياس كرم قادر ينافس ويستمر، أم هو راضي بأنه يضل أصيل ويدفع الثمن؟ غاب 5 سنين عن البلاد العربية ورجع ومعه عائلة جديدة وأغاني جداد. الياس كرم، يا ترى شو الجديد اللي رح يقدمه الليلة؟ وقمري وبتضلي قمري، رح أضل بسحر الدوب، هيدا يا حياتي قدر اللي عشقيني مكتوب. اهلا وسهلا فيك، صرنا زمان ناطرينك، كيفك؟ والله انا صار لي زمان بقول يا الله ليش ما عم يتلفنوا لي؟ عن جد؟ والله العظيم انا بس شوف بروجرام هيك بحبه وبحب اللي فيه بتمنى اكون. نحن بننطر الاهم والدسم لبعدين يعني. تسلمي لي. وفي برامج ما بتمنى اكون فيها وما بتمنى يتلفنوا لي والله. واذا تلفنوا لك بتعتذر؟ ايه مثلا بعمل اي شيء. اوكي، بتقول ما في حدا اهم مني على الساحه الفنيه. انا؟ طب مين من مستواك؟ مين قال لك؟ انا قريت هالشيء بلوني وطريقتي. ايه شفت انه صح. شفتي اختلف الموضوع. ما هيك خي زياد؟ انا بقول انه ما في حدا اهم حبيب قلبي زياد. طب مين من مستواك بلونك؟ شوف بطريقتي واللي بعمله انا، الله اعطاني هالموهبه. ايه صعب. ايه صعب. طب عندي سؤال صعب وبكل شوي. غرور يعني بصراحه. يعني هلا مغرور وكمان بخيل قال؟ لا هيك قالوا لنا. كرم ولو. طب لحظة، ليه بتقول انه بحترم كثير الموسيقار ملحم بركات بس ما بعطيه لحن الا اذا اعطاني لحن؟ يعني وحده بوحده. إيه مش مصاري. ما هاي البخل في يكون على كثير مستويات. ريحتك هيك. ايه ملحم صديقي وبحبه كثير على فكره. هون بلبنان يعني بحترم 2 ملحم بركات، واحد الله يرحمه فليمون وهبي. هودي يعبوا لي راسي. طبعا رحابني كمان على الراس والعين. ايه يعني هودي اللي بسمع بقول وبصرخ لحالي. هلا من الجيل الجديد ما في حدا بتسمعه وبتقول ما بتقول من الوجع مثلا؟ بلا واحد يكون ممغوص مثلا، مغص او شيء، بس تسمع الاغاني قصدي. ايه طبعا طبعا. هلا اللي اولا بحاول ما بسمع اشياء. انا بتعرفني بس اسمع اول مازوره من غنيه او شيء، يا بضل عليها يا بغير ببدل. طب خليني اسمع هالغنية انا وياك. انا يلا ليش لا؟ كلنا سوا. مثل الورد
بيغلط حاسبي والقسوة ضروري لك خليه يطلع عمضاي وزقرتي وزعوري أحسن ما يطلع زلمي 50%. أحسن ما يطلع زلمي 50%. معرفة مين؟ لا والله صوت ما بتعرفه؟ بلا بس ما ركزت ما فيه. سامع على الغنية. طب بتلاقي هيدا النوع من الأغاني هيدا اللي بينطفي بعد فترة يعني بيطلع يعني بفترة مع بيرجع. الاسف ايه مش هيدا بس. اسمعي كل الاغاني من 5 سنين لهلا، تذكري لي وحده وكل هود اللي عم يعملوا كليبات شهر بس يقطع على التلفزيون او الاذاعات طبعا بعد الدفع. وبعد ما يخلص الدفع وينهم؟ نادر تطلع لك تفتحي محطه تشوف فيها حتى الكليب يبلش هذا صاحب الكليب بده يعمل غير واحد على السريع يعني بده بس انت يلحق. اشدت بصوت محمد اسكندر وبتحب لونه ايه عم بس تقول هيدا هون ما اللون الشعبي. بطلع يمكن السمع عندي هون مش كثير، الصوت العالي رفيع شوي مش عريض الجواب. المشكله من عنا مشان هيك ايه محمد اسكندر ابو ضاي كويس والله يعني بعلبك ايوه. كنت عم تحكي عن وابنه الفيديو كليبات يكتب حلو. بيكتب حلو بيعجبك هيدا النمط من هالنوع الكتابه؟ مش الكل طبعا، في غنية عملها تبع عمليات ضد عمليات انا ما التجميل. حبيتها، انا صريح انا ليه ما حبيتها؟ ما شو عمليات شو هي ايه. يزعلوا البنات. اسئله سريعه على سيره بيت كرم. شو اوكي هو؟ كنت عم تقول لي كرم من شوي بس كرم سالتك إيه؟ اذا انت الكرم بخيل. إيه؟ اذا كنت نجوى كرم بتغني ما في نوم؟ شو هي؟ ما في نوم انا بكون نجوى كرم دم كيف؟ بكدم. لو كنت انا نجوى كرم لا انا الياس كرم. بتعرفي قبل طب لو ما في بتعرفي حطيت من لك زمان انا اللو. اول ما طلعنا ما كان في غير اثنين، بسوريا الياس كرم بلبنان نجوى كرم. اوكي بعدين صارت العائله اسم الله كده كلها اسم الله. طب عسيرة العائلة صار كل عظيم. الكرام موجودين. عسيرة العائلة لو كنت فارس كرم كنت بتغني ام تلعب باسكت بول؟ لو بلعب كنت باسكت بتقولوا بول. انا مش بلعب باسكت بول. ما بتغني. بغني هيك للمزاج يعني بصلي اللعيبه. لو كنت عادل كرم تعال لك شغله. ما هني اسئله سريعه ما ايه بدي ايه كتير بس شرح فارس صوته قبضاي وجهوري هيك يشبه بيقلد فهد بلان. بس طويل انا مشان هيك ما بحبه. شو عندك عقده من الطوال؟ ايه بس لطوله مش بتغار منه يعني انه منك على فكره فارس كان وين بروح بشوفه مقابلي يتصور معي ايه يعني شاب مزق وفهمان. هلا بطل بس من طوله انا بطلت طول. عم تشوفه هلا؟ ما بعرف وينه انت وينه؟ موجود موجود على الساحه. سلموا لي عليه. ما بقى عم سلم عليك خي ابن العائله. اوكي لو كنت عادل كرم كنت بتلعب دور مجدي ووجدي؟ بتتابعوا لعادل كرم؟ عادل كرم بمثل ابضاي اي والله. مره رحنا عند عائلته يمكن من زمان. كنت بتلعب دور أنا مجدي ورجاب ووجدي؟ غالي. شو بيلعب؟ هو بيلعب دور مثلي شخصيه مثليه لا جنسيه. اعوذ بالله. حتى بالتمثيل. انا زلمه ورجل والرجال قليل. لو كلما لو كلما يشتهي المرء يتمنى المرء يدركه. تجري الرياح ولا اشرح شجره. لا هدول لا ما بحبهم، مع انه بحبهم هن الشابين والاصلع شو اسمه؟ عباس هيدا رائع جدا رائع وبوقع بالضحك. بس انا اي زلمه بيمثل دور المراه بكرهه. طيب بدي اياك تطلع بالكاميرا ايه وتختار شخصيه تسالها سؤال بدنا نعرف مين هي هالشخصيه وشو السؤال اللي بدك تساله اياه او تسالها. بقول للشعب العربي قد ما انتم مفرقين تفرقوا اكثر. ايش؟ نعم واكرهوا بعضكم اكثر خي واوعى تتحدوا ابدا ابدا ابدا، وهيك بيصير الشعب السنسكريتي يطلع فوق وانتم رح تضلوا تحت. والسلام عليكم. حلو حلو. الله يشد الظهر فيك يا استاذ الياس. على كل حال كنت عم تحكي من شوي عن المزاج وقد ايه مهم بالنسبه لك. نحن حكينا بطريق بين المزح والجد بس نحن بنعرف كثير قديش انت فنان بتقدر الفن الحقيقي. بعتقد بتشترك مع ضيفتنا اللي رح نستقبلها اليوم بهيدا الموضوع لانه نظرتكم للفن هي يمكن هو اداه او وسيله تعبير راقي وبعيده عن الاسفاف. نعم. ضيفتنا حاصده جوائز عالميه وهي ممثلة دراما ومسرح، وعلى الرغم من ذلك حضورها قليل بالدراما اللبنانية. سوا بنستفسر عن هالموضوع مع الممثلة برناديت حديب. الله اكبر.
معك لأبعد من الصدق بأدوارها، بتصدقها لأبعد من الدهشة. كل مرة بتطل على الشاشة أو على المسرح تعرف كيف تخليك تشتاق لها، لأنه السائد ما بيلفتها. من هيك بتفضل الاهتمام بعائلتها الصغيرة بدل أداء أدوار ما بترضي قناعتها. برناديت حديد حاصدة الجوائز العالمية، ليه مش اخذة حقها بالدراما اللبنانية اليوم؟ بتقولي عن حالك برناديت أنا بشعة، ما بمثل منيح وما بلتزم، غير ملتزمة. صحيح. لهالسبب ما عم تاخدي أدوار كافية بالدراما اللبنانية؟ لا، هو كان سؤال انسأل وكان جوابي تحكمي. هلا كيف بيشوفوني العالم؟ طبعا يعني هي شغله نسبيه، في ناس بتشوفك كثير حلوه، في غيرهم بيشوفوك كثير بشعه. بس انا كنت عم بتحكم على الواقع اللي موجود هلا حاليا، اللي عم نشوفه على شاشات التلفزيون، اللي هو لازم تكوني توب موديل مس بيوتي حتى تمثلي، بغض النظر عن قدراتك التمثيليه. عفوا، انت اسم الله عليكي مثل القمر وجمال، يعني بعد في اكثر من هيك لحتى اذا بده يكون هيدا مدرج بالمواصفات ما موجود. يعني لا حقيقه ربيع جوزها هون لبيرنا ما فيك انه ما عليه، اسمحوا لنا يا منتجين. يعني هيدي وجهة نظرك، بس ما فينا نفرضها على كل العالم، ما هيك؟ اكيد اكيد. شو المانع انك تكوني موجوده اليوم بالدراما اللبنانيه مثل زملائك وزميلاتك اللي عم نشوفهم ما شاء الله يعني بكذا دور؟ ليكي هلا هو في كذا باب للموضوع. اول شيء انا شوي كثير دقيقه بشو بختار. يعني وقتها بده ينعرض علي دور، اذا كان ما بيقدم لي شيء جديد او انا ما بقدم شيء جديد من خلاله ما بقبل اني مثله. يعني ما بحب طلع على الجمهور بشيء اوريدي انا قبل طلع فيه عليه، فبعتذر عن هيدا الشيء. واغلب الاوقات وقتها بتعتذري من كاتب او من منتج على عمل بأكس عليكي بطل يجيبك بشيء ثاني، بيعتبر انه انت هنتيه شخصيا، انه انا ما هنتك بس انا الدور ما حسيته او ما قدم لي شيء او انا ما فيني اقدم له شيء للدور. حكيتي عن خياراتك الفنية، حكيتي انه اذا النص عجبك او ارضاك او ما ارضاك. صحيح. طب احيانا كمان مش خيارات الفنية تبع الفنان هي بتكون سيف ذو حدين، يعني بتأذي كمان. مزبوط، صحيح. انه مش مفروض شوي يعني خلينا نقول ما يتنازل بس يعني يكون لا أطرى. هلا انا قلت مرة أطرى من لحظة، لا انا قلت مرة انه انا يعني بطلع على العالم، عم طلع عليهم من وقت لاخر، طبعا اطلالي خجولة، بس بضلني وعم نقي احسن الأسوأ او الجيد، بس انه تقلك انه عم نقي شيء ممتاز، في شيء هالقد عم ينعرض علي وانه انه عم اقول لا ما في. يعني شو اللي عم بتشوفيه على التلفزيون بيبهرك. برنادات بتروح على المسرح لانه يعني بعرف قديش انت بترتاح لما تحكي على المسرح وبتلاقي حالك بالمسرح. بنفسج مبروك، يعني انعرض بال 2009 بلبنان، هلا عم كان بفرنسا وبمصر. بتوجعك كثير بنفسج لما تعرضيها، ليه؟ ليكي بنفسج هو اول شيء العمل حتى طلع مثل مخاض ولاده عسيره. لانه المخرج راسه كثير صعب وبيتخيل اشياء وبيتخيل اشياء انه الممثل لازم يكون بيقدر يعملها بجسمه، عرفتي؟ وبيجي بده يطبقها عليكي. فلحتى توصلي انت لحتى تعملي مقاربه بين الشيء اللي هو متخيل وبين الشيء اللي انت ممكن تقدري توصلي له، في كان شغله كثير كثير صعبه. واكثر من هيك المسرحيه صعبه، المسرحيه منا هينه، المسرحيه بتوجع جسديا لانه فيها كثير تعبير جسماني، وبتوجع مضمونا لانه بتحكي عن حاله مجتمع اذا بدك هالقد عسيره انك تكفي كيف انت عايشه خلاله. مقبره جماعيه، مقبره جماعيه يعني صحيح. في اكثر من هيك بوجع. بيرنا بتعرفي الياس قبل ما تتزوجي، ايه لا بعرف بتقولي بيرنا انه كل الناس اللي حبيتهم ما كانوا حلوين. ايه يعني عصام ابو خالد زميلنا كمان منه حلو؟ ليكي انا مش قلت كل اللي حبيتهم، يعني كل اللي انعجبت فيهم، بغض النظر اذا كان في حب وغرام او كان طيب. في لا، بس انا ما بيعجبني الرجل الحلو انه اخده وحطه بفيترينا، ما بيعني لي لا من قريب ولا من بعيد. الرجل الحلو ما بيعني عن جد انه انا بحب الكاركتير. الرجل
شو التعابير ايه برجوليته برجولية. بعنفوانه بعنفوانه بكرمه وتمه واشقر ايه وحطي وعيونه. يعني يعني هلا هلا عليه يعني خضر. ثوري وما وعيونه بعرف خضر. شو بصفق وكف طب خلقت ربنا الياس خلق لا. اذا ربنا خالقه حلو ايه الله يخليه الله لأمه. عطيه جمال عيون اسم الله حلوين عليه. وطول انه يغزي شو العين بصفق عنه. وكف لا ما على بدها تاثر علاقه عليها هي بكل شيء. طب خلقت المرايه كل يوم ربنا بالمرايه يا الله انا حلو عرفتي كيف؟ بس لا انا بحب الكاركتير بحب بس ما الرجال يكون عنده جاوبتيني كاركتير على- عصام نحن انا الكاركتير انا ما بلاقي حلو لعصام آه. عصام عنده جاذب سمعوا لنا عصام إيه لا هو بيعرف انا بوجهه بقول يعني ما عنده جاذب عنده كاركتير هيك شارمون اذا بدك أوكي. حلوة شارمو. لحظة مين اجا؟ ليه جوزك؟ هيدا عصام الله مريح هرب الياس اهلا حبيبي اهلا اعطيني بوسه والله ما لا معقول حياتي انه يا جماعة لو سمحتوا ايه انا بلاقيك حلو حبيبي انا طلعوا لنا بهالشاب مش شاب وين وحلو الكاميرا؟ العقد بياخد العقد ليه زلمه شبك هيك بدي مش حغني بس انا هيك حبيت لا كفي هلا بس ليه انا عم اقول انك شارمو يا قلبي شارمو ايه عن جد شارمو هيدا يعني انت شارمو ولا إلي هي ليه يعني شارمو عن جد وحياة الله حبيب قلبي قال كيف في احلى من هيك ليه اطلع عود عليك لحظة لحظة بده يغني لك شيء قبل ما يطلع الياس ما هيك بتعتذر من يلا يا شارمو شو هلا حلوة. خوفك هلا شارمو لا. والله بطل فيك تكفي هلا مش مزبوط الحديث شو معنى شارمو شرمو جذاب جذاب عنده جذاب، جاذب عنده جاذب. سحر جذاب بالذين بالجو بالجميل. بالذا بالذين، مش إيه. بالكاو الذا جو جاو ذا انتبه يا اوكي برناديت حديب وخالد جذاب. بالذين برناديت لا. حديد بالذين برناديت حديد حديب اوكي اسئله سريعه اولادي ما حدا بيقبل يوجه لهم ملاحظه غير انا وبيهم اوكي زوجي وان جار علي جرتوا علي حلو برافو الياس كرم بيستاهل بوسه قومي بين بوسيه. عيونه قومي بوسي لا يا الله وينه زياد عمل لنا هيك لا بس حلقة لا مش مقبول حلقة بس لازم تنمنع تحت موجودة. 18 سنة على راسي برناديت انت غيران تعال بوسك حلقة لازم لحظة. تنمنع تحت 18 سنة كلها تدريس مشتاق اكتبوا لك تحت ولك حيط الله بعدها بعدها ليه؟ ايه خليها انت حلوة. لا، وين بدك شو يعطونا؟ بتخاف تخيل من مثل ميرنا مثل عم الياس بيصلوا هون فيك عند تشيلها بس الوحدة. فيك تشيلها انت وقاعد طب رد عليها رد لها البوسه بشيلها بركه بيننا. هيدي بركه يلا سمعنا وين الفيلم؟ يا حوي عشمالك وين هذا؟ مثل ما بدك يا عم البيت بيتك يا ليلي يا ليلي بقول لك يا برناديت قديش خلفي ركض عشاق ومحبين قديش خلفي ركض عشاق ومحبين ورشوا دموع ورسايل عشبابيك يا قبضاي تركتن لأني غرقت بعيونك الحلوين وضيعت كل الدنيا ولقيتها فيكي كمان كل القلوب كل القلوب مغنجي ومدللي ومش فاضي علي وعقلبي تسألي أسر كنت
بكل القلوب مغنجي ومدللي ومش فاضي علي وعقلبي تسألي. أنا يا ريتني جراح، يا ريتني جراح، بفهم بالقلوب، بشرح قلوب الناس وبردك إلي وبردك إلي. سقفة يلا. السلام عليكم. يلعن اختها القعده. شو القعده هاي؟ Una nuvola la pupilla si sdrocca come Marina Venus de contrabbando. ما بقدر اقول. بعدنا معكم مشاهدينا مع ضيفنا الياس كرم وبرنادات حداب وخالد. اهلا وسهلا فيكي كمان مره. برنادات حداب. عم نحكي كنا عن الدراما، المسرح، عن الغناء. ضيفتنا جامعة عدة مواهب، جامعة عدة مواهب تمثيلا وغناء. رح تضارب عليك بعد شوي. يلا. وتقليدا. هي ممثلة ناس بتحتار بجنسيتها لأنه هي بتعيش بسوريا بس هي أصلها أردني. سوا بنستقبل صفاء سلطان. اسم لمع بالدراما السورية وانتشر عربياً من خلال مسلسل عن سيرة حياة الراحلة ليلى مراد. مسلسل أثار الجدل والعديد من الانتقادات. صفاء سلطان المنهمكة حالياً بالعديد من الأعمال لما رجعت كررت تجربتها بمصر، وهالتحدي الجديد بعد ما أثبتت نجاحها بالتمثيل هو نجاحها بالغناء. اهلا وسهلا فيك. شو هي انا ما انتبهت حالي. هلا بدنا نعمل هيدي الهي هون. صفاء لما نقول اسمك بيقولوا الممثله السوريه. حضرتك اردنيه من اصل فلسطيني بتعيشي بسوريا صح؟ هلا انا جنسيتي اردنيه، انا الوالد اردني، والدتي سوريه من الشام من العماره. أنا ربيانة بالشام، يعني حياتي الشام أكثر فيها من الأردن، يعني أنا عايشة بسوريا أكثر من الأردن. طبعا يعني يمكن أنا بيقولوا إنه الفنانة السورية، طبعا أنا ما بنكر فضل الدراما السورية طبعا. لا هلا أنا بالأول والله ما كنت أذكر هذا الموضوع نهائيا، يعني يمكن انكشف هذا الموضوع وصار ينحكى فيه بعد ما أنا عملت ليلى مراد. طب صفاء بصراحة هيك بينك افتحي لي قلبك، شو بتحسي حالك أنت أكثر أردنية ولا سورية؟ أنا عربية. أنا ما يعني فلسطينية. ما بقدر أقول قوية قوية. وين فردك؟ وافقي على اللي قلته هلا. شوف لك شغلة حبيبي رابعة، أنا بالنسبة لي بقول إنه نحن الفنانين يعني نحن مو حكر على جنسية ولا حكر على لهجة ولا حكر على شيء، نحن يعني كفنان نحن ملك لكل الجنسيات ولكل الوطن العربي. أنا هذا رأيي الشخصي، ما بعرف إذا بيوافقوني فيه الزملاء. يعني بتعرفي إنه بيرنا نصها أردني؟ أها حلو. لا كثير هيك التقيتوا سوريا الأردن. على فكرة أنا أول ما طلعت ومثلت مع دريد لحام كانوا يكتبوا الممثلة السورية برنادات حداب. كمان كانوا يفكروني كمان كان في لغط فيها هي. لا أنا وقتها بعد ما كنت فايتة بالدراما، كنت بعد عم مثل معه مسرح، فكانوا يقولوا إنه الممثلة السورية. وبعدين أنا طبعا صلح إنه لا أنا مش سورية أنا لبنانية، بس أنا الله عساس اهل البيت من اهل البيت. غني بدعي لا من قلبي ما حدا يأذيا، دخيلك يا ربي تحفظ لي سوريا. بدعي لا من قلبي ما حدا يأذيا، دخيلك يا ربي تحفظ لي سوريا. سوريا بلد الحلوة
أهلا كلن وطنيين، سوريا بلدي الحلوين، وأهلا كلن وطنيين، اسلام ومسيحيين بيعشقوا سوريا. دخيلك ساعدنا يا ربي تنحمي سوريا. بدعي لامد قلبي ما حدا يأذيها، دخيلك يا ربي تحفظ لي سوريا. تحفظ الوطن العربي طبعا من كل الاشياء المش منيحه اللي بده يشوفوها. يا رب. نرجع لصفاء سلطان. صفاء أول مرة مثلتي قدام الممثل أو الفنان ياسر العظمي، وقتها قلدتي؟ يعني كنتوا بسهرة عائلية؟ يعني هو اللي صار، لا كنا نحن قاعدين بمطعم وكان الأستاذ ياسر، يعني أنا كنت جاي من أمريكا جديد ولسه يعني ما بعرف شيء، يعني أنا من زمان بقلد بغني بمثل، بس على مستوى العيلة والمدرسة والجامعة هيك يعني. فكنت قاعدة أنا وعم قلد كالعادة لأهلي، فسمعني الأستاذ ياسر. اوكي. كنت عم قلد حتى الأستاذ ياسر نفسه. كيف؟ كيف؟ لا ما فيني. بس صعب. هي كانت حركشه يعني، ما في الحركشه. انت يعني هي كانت حركشه الحقيقه، يعني الاستاذ ياسر يعني الاسم الكبير قاعد جنبنا هيك، ما عم نقدر لا نقول له مرحبا خايفين، وطاير عنا انه شايفينه، عرفتي كيف؟ فكنت انا وبنات خالاتي وماما واهلنا كل يعني اهلياتي كلهم، فقال لي انت ليش ما تمثلي يا بنت، انت ما تمثلي هيك بالضبط. فقلت له انا اللي بمثل. هي حقيقه هيك هذا اللي صار، انه اي انا اللي بمثل. فثاني يوم رحت على موعد عند مكتب الاستاذ ياسر، عمل لي تيست انه في لوحه مصوره، وعمل لي تيست انه صورها معه احكيها حوارا بس. فانا قلت قال لي انت بتمثلي قبل؟ قلت له لا. قال لي بكره الساعه 12 الظهر الكاميرا تبعك بمبنى الجمارك. هي اول مره بحياتي كنت واقف قدام الكاميرا، واعطاني دور صغير ليشوف اني انا بقدر اوقف قدام الكاميرا، يعني وهي بس مجرد انه انا هيك بالحياه ولا بقدر اوقف قدام الكاميرا. فعلا رحت ثاني يوم ورحت صورت المشاهد تبعي. فبعدين قاعده هيك قام اجى قال لي الاستاذ ياسر ايه يا صفاء، هاي وقفتي قدام الكاميرا وشفتي الكاميرا والاضاءه وكذا، شو ناويه؟ قلت له صير نجمه استاذ. كنت اول هيك على السريع كنت اول مره وقف قدام الكاميرا. فهو قال لي يعني انا بعد ما قلت يعني ما عاد عرفت انسحب من الكلام، يعني انه صير نجمه بمعنى انه انا ماني خايفه. صفاء بتعبري عن حالك عبر التمثيل، كمان بالغناء بتعبري عن حالك؟ انا لا شو بالتمثيل صار؟ ما بعبر عن صار حالي. بالغناء ايه، بالتمثيل لا ما بعبر عن حالي بالتمثيل. بتعبري عن الشخصيه. بتعبري عن الشخصيه. عن الشخصيه مو عن حالي. اوكي. طيب يعني بالغناء بتعبري عن حالك؟ بالغناء كثير. بنتك اسمها أملي ولا أملي؟ أملي. شو حلو هالاسم. أملي عبري لها لأملي غناء. أملي ايه أملي. شو بدك تقولي لها لأملي غناء؟ شو حلو هالاسم. أملي هاي حياتي، عيني أغلى مني، أغلى من عليا. أملي حياتي، عيني أغلى مني، أغلى من عليا. يا حبيبي امبارح وحبيبي دلوقتي، يا حبيبي البكرة والآخر وقتي. يا حبيبي امبارح وحبيبي دلوقتي، يا حبيبي البكرة والآخر وقتي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي امبارح وحبيبي دلوقتي، يا حبيبي البكرة والآخر وقتي. الله شو حلو. بحط غير أمل. طيب قولي
مكملين ليه ما عم تغني حضرتك؟ عبري عن محبتك بس بتزلقتي وبتبوسي لا اقول لك ليه، لانه انا هلا اذا ببلش مثلا شي موال او بلش يغني نحن بنصف على جنب. انتوا طبعا بيقشطوا انا الريتنج. صغيره بتهربوا من الاستوديو كلكم انا فهمت شو السبب، بس مشاننا نحن يعني. ايه حرام مشان طيب على كل حال مزيد من الغناء، ضيفتنا ما حدا ممكن يقول انه ما بيفهم عليها، لانه باي عندها بتجيد الغناء بعده لغات. الله. ب5 لغات طبعا، عربي، انجليزي، اسباني، فرنساوي، واذا كان الشرقي منه كفايه تعلمت الاوبرا او بتغني اوبرا. سوا نستقبل النجمه اسمرة. عشاك بجنون. رصيدها الفن صغير وعمرها كمان، لكن حضورها عمل فرق بفترة قصيرة. أسمرة الفنانة خريجة الكونسرفاتوار والهندسة الداخلية بتقول إنه الغنى هو حلمها الكبير وبترفض التعري كطريق للوصول. أسمرة الليلة معنا لتحكي عن جديدها. أسمرة متخصصة بالهندسة الداخلية وتفوقتي بدراستك، اخترت الفن ما بتندمي؟ لا، لأنه الفن هو اللي اختارني، مش أنا اللي الله. اخترته. شو هيدي بدها قواس، هيدي بدها قواس. لا عن جد، لأنه من أنا وصغيرة بغني، كان عمري 4 سنين وأكيد يعني أهلي أكيد شجعوني وكانوا حدي دايما، وعملت بيانو، فت كونسرفاتوار، وكان عندي باند أصلا. بس ما بعرف، بتوصلي لمرحلة إنه إذا في عن جد موهبة هي اللي بتطغي على كل شيء. طب ليه اخترت الهندسة الداخلية طالما الموهبة من الصغر والكونسرفاتوار واحتضان من الأهل؟ يعني بالنهاية الهندسة الداخلية كمان كله بيكون بفرد، يعني كله فن. أسمرة بتجيد الغناء بعدة لغات، وقلنا نحن وعم نعرف عنك إنه من الصعب إنه حدا ما يفهم عليك، لأنه إذا ما فهم العربي حيفهم الفرنساوي أو الإنجليزي أو الإسباني والأوبرا عليه. فبدل الأسئلة السريعة رح خليكي تختاري على ذوقك جملة أو مقطع من أغنية فرنسية. بلش بالفرنسي يلا لا يفهم عليك الياس كرم. ايه اوكي. فرنسي. شارما يعني. شارما. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, ce n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait le monde un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce monde un rêve, une éternité. برافو. مقطع صغير اسباني. اسباني. Con la pupila se sdroca con Marina Venustro de contrabbando. Aserehe, ha, dehe, dehebe tu dehe, veri sebi uno va mahabi ande bugi ande buiripi. Aserehe, ha, dehe, dehebe tu dehe, veri sebi uno va mahabi ande bugi ande buiripi. Aserehe, ha, dehe, dehebe tu dehe, veri sebi uno va mahabi ande bugi ande buiripi. عفوا هيدي كان كتير صعب انه شو قلتي بقى؟ صح هيدي كلها خليكي اسمرة، خليكي مكملة. هندي. هندي. برناديت قال هندي والله هندي. قومي حبيبتي. हर गदी बदल यही है धूप जिंदगी शायो है कदी है धूप जिंदगी हर गल बहार जो पर जियो मैं समा कल हो ना हो. عم بعمل كثير مقاطع. اوبرا ختامها اوبرا. برافو. مقطع صغير قبل ما نستقبل ضيفتنا. Con te partirò
suonavi per mari che io lo so, no, non esistono più. برافو عن جد برافو. مكملين هالقعدة الحلوة. والله سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين. بس في شغله بالقعده بعد ناقصنا العراق. بما انك خاطبت العالم العربي وبهدلتهم كلهم لا مش بهدله هيك انه احبطنا يا عتبهم خلونا سوا نستقبل عتاب انسانه فنانه عراقيه موهوبه ومتعدد كمان المواهب، متعدده المواهب. نستقبل متعدده المواهب، نستقبل جوانا كريم. بين التمثيل والأزياء والغنى بتعيش الممثلة العراقية جوانا كريم اللي مكرسة كل شغفها لمواهبها الفنية المتعددة. ولكن ع أي مهنة رح ترسي جوانا واللي بتقول إنه رجال بيخيفوا منها؟ جوانا بتجاوب على أسئلة رابعة الليلة. على سيرة العراق انه طلبوا منك جوانا كثير متعصبة للهجة العراقية. في عدة أدوار انعرضت عليك أو مثلتيها، هوامير الصحراء، غزل البنات، والسلطانة هلا حاليا أو قريبا بطولة. بترفضي إلا تمثلي باللهجة العراقية؟ صعب. شوفي لأن يعني هيدا مش تعصب؟ مش قصة متعصبة، بس أنا بقول مثلا في عندك بسوريا في كثير ممثلين لبنانيين في ما شاء الله، عندك مصر كمان يعني هي رب الدراما ورب كل شيء يعني. بس نحن العراق يعني نحن ما عندنا، ولما واحد يطلع بيحكي عراقي يعني خلي الواحد شوي يتميز انه بالنهايه هيدي بلدنا يعني. شوفي بالقليله نحكي كل اللهجات ممكن تنحكى بسهوله وسلاسه، ممكن الواحد يقعد ثلاثة أو أكثر يعني ثلاثة أو أكثر من ثلاثة. هي بتعرفي بدي أهدي مشان أعرف منين بدي أحكي رابعة. إيه حبيبتي يعني حياتي. يلعن أختها القعدة. شو القعدة هاي؟ لا عن جد اللهجة العراقية الوحيدة الصعبة جدا إنها تقال بالشكل الصحيح. لكن هون ممكن يكون تميز بالنسبة لجوانا. طبعا هذا تميز بالنسبة للفنانة العراقية، تميز اللهجة العراقية فعلا. بس خلينا لانه نحكي ونتابع مع جوانا. جوانا نعرفك ممثله بمجال الازياء كمان، هلا عم بتحضري لسي دي تراث عراقي بعدنا كمان ضمن بالعراق، وبتقولي انه انا ما بطرح نفسي مغنيه. حيرتينا كيف سيدي كامل تراث عراقي ومنك مغنيه؟ شوفي المغني هو واحد مش بس صوته حلو بيكون، المغني المفروض يكون عنده كل المعايير اللي بتخليه انه هو مغني. هلا هي اكيد اهم شيء الصوت، وهو هلا يعني اللي اكيد يعني اللي المفروض يكون اول شيء لواحد يغني بهالشيء. بس نحن اللي عم نطرحه هلا، نحن في كثير اغاني عندنا عراقيه التراثيه القديمه الناس صارت عم بتغنيها برا. يعني هداك اليوم في غنيه نحن من الاغاني اللي حاطينها، الغنيه تبع يا طير اللي غناها عاصر الحلاني وهادي خليل، وصار في هيك صار كلهم انه بيقولوا انه هاي الغنيه لمين؟ طب هاي الغنيه مش معروفه. هي العراقي مين العراقي اللي غناها هي؟ عارفين؟ هي تراث عراقي، هي حسين نعمه اسمه. حسين نعمه المطرب العراقي. فكل الناس صار بيقول انه هي هالغنيه شو حلوه كلمات مين وهيك. قلت لهم يا عم هيدي غنيه عراقيه انه تراثيه. جوانا كريم ركزي معي كثير منيح، برجع لك لموضوع علاقتك بالرجل لنحددك اكثر هيك بالرجل. بدنا نسالك كم سؤال او نقرب لنخفف من خوفه تجاهك. خليني اسالك كم سؤال. رجال بشكل سريع، الرجال لازم يضل يقول بحبك ام يضل يجيب هدايا؟ لا بحبك. بحبك الاثنين. الاثنين شو بيمنع؟ لا انا بحب هيديك اكثر. الرجال لازم يضل يلمع حذائه ام يعرف كيف يكوي قميصه؟ لا يلمع شوز. يلمع حذائه. اوكي. الرجال لازم يضل يوعيني على الترويقه ام يعرف كيف يحضر عشاء مرتب؟ شو بيعمل؟ لا يوعيني على الترويقه. بحب هيك تروق الصبح مع حدا وهيك يعني. اوكي. الرجال لازم يضل يحسسني اني حلوه ام يحسسني انه هو حلو؟
عود عاقل يا الياس. لا ايه حسسني انه حلو، مش انه هو يحسسك انه حلو. لا ما انا بعرف انه هو حلو فما في داعي. لازم يكون حلو؟ لا بس انه اكيد يعني لما بكون معه اكيد بكون مقتنعه فيه انا هالشخص، انه انا مقتنعه فيه يعني ما في داعي انه يا ويلي يا ويلي يا ويلي أيظن أني لعبة ومعلم على الصدعات قلبي. أيظن أيدن سوداني. بدك تكفي الغنية. قل لي يا حلو منين الله جابك، قل لي يا حلو منين الله جابك، جرح قلبي من عذاب خزن جرح قلبي من عذاب، هل هذا نصيبي وانجبر؟ انت عراقية ولا لا؟ عم بقول لك الغنية، عم بقول لك الكلمات. قولي انا بقول لك الكلمات وانت بتغنيها بصوتك. غش. يلا قربوا لنا هود لبعضهم ما بيتقربوا. بدكم تكفوا الغنية ولا لا؟ لا انا معلش انا اقول طبعا صفاء يلا شيء. ايه اكيد فيني اقول تقولي. شيء. هلا انا يعني الاستاذ ناظم الغزالي اكيد استاذ فيه، بس انا ما كثير حافظه الاغاني. قولي. بس انا حافظه شيء للاستاذ كاظم الساهر من الشيء القديم اللي انا بحبه. قولي يلا. بيقول ساعة بس معك. نزلت للبحر تتشمس الحلوة رفقا بالبشر يا بنت حوا. نزلت للبحر تتشمس الحلوة رفقا بالبشر يا بنت حوا. عروسة تريد أمي وسيدة كيفي، وعلى إيدك أريد أختم عزوبيتي. أنا قصدي شريك وصادقة ليكي، سكتي والسكوت من الرضا هو. نزلت للبحر تتشمس الحلوة رفقا بالبشر يا بنت حوا. نزلت للبحر مدري نزل قلبي حميها من الخطر، واحرسها يا ربي على الموج الحذر. يا حلوة تنسحبي داعبها بلطف لا تحمل القسوة. نزلت للبحر تتشمس الحلوة رفقا بالبشر يا بنت حوا. نزلت للبحر تتشمس الحلوة رفقا بالبشر يا بنت حوا. تؤمر قلبي بتشكل قاسي على هالصوت. في لي شيء داسي. شو هيدا؟ ناس كتير حاولت تعبك. لا هيدا صغير بس مفعوله كبير. ما لا يا حبيبي هذا خليه لك. كان في اللي بيجيب لك أحلى شيء. ريجن دايت بالبيوتيناكس، الحل الطبيعي والنهائي لمشكلة تساقط الشعر. يباع في جميع الصيدليات. مع باص خلي الجو هون.
يا ليل يا ليل برافو يا ليل يا ليل يا ليل يا زياد ولك والله 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 بحبك وبعرف مش إلي انتي والله بحبكن وبعرف مش إلي انتو ورح ضل حبك وين ما كنتي أنا بحبك وبعرف مش إلي انتو ورح ضل حبك وين ما كنتي ومدلك بشوقي وحنين ايد ولو غير ايد بايدك احضنتي يمكن تروحي عامكان بعيد وتنسي قلبي دقت وسكنتي ويمكن ما عاد شوفك وقت ما بريد من بعد ما الأيام زينتي ما أصعب الفرقة بلا تمهيد ما أصعب الفرقة بلا تمهيد بلا تدريب يا ريت منها ما تمكنتي كيف لك قلب على القهر والتشريد وكيف تأسيتي بعد ما لنتي وحياة ملقاكي اللي مثل العيد اللي فيه كل العمر جننتي رح ضل وحدي طيرك الغريب ترد الفرح ليكي إذا حزنتي إذا حزنتي رد الفرح ليكي إذا حزنتي كلن عنك سألوني لما وحدي شافوني كلن عنك سألوني لما وحدي شافوني يعني رح بتكوني وين أول ما فيك تلاقيت صرت رفيقة قلب وروح عبحت صوتك غنيت يسلم لي الصوت المبحوح أول ما فيك تلاقيت صرت رفيقة قلب وروح عبحت صوتك حنيت يسلم لي الصوت المبحوح ومن قلبي يا ما تمنيت وردك عايامي فوق من قلبي يا ما تمنيت وردك عايامي فوق أنا من قلبي يا ما تمنيت وردك عايامي فوق من قلبي يا ما تمنيت وردك عايامي فوق يلا ليل 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 يا ليل يا ليل 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 يا ليل يا ليل 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 يا عيني يا ليل 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 يا عيني يا ليل كمان ليل ليل يا عيني يا ليل 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 يا عيني يا ليل كمان ليل
سكارى سكارى مثلنا كم بنينا من خيال حولنا هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقمر ومشينا في طريق مقمر تذهب الفرحة فيه قبلنا وضحكنا ضحكة طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا أغلى من أيامي يا أحلى من ولا بزوزون يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي خدني بحنانك خدني عن الوجود وابعدني خدني بحنانك خدني عن الوجود وابعدني بعيد بعيد أنا وأنت بعيد بعيد وحدينا بعيد أنا وأنت بعيد بعيد وحدينا عالحب تصفى أيامنا عالشوق تملى ليالينا طم طم ترليلا ليلا لم أيوة طم طم ترليلا ليلا لا لا طم طم ترليلا يا حاجة ولع ولع هات عينك تسرح في دنيا الله أكبر شو عيديها هات عينك يا هات ايدك احسن بلمسة هم ايديا من عينك تسرح في دنيا هم عيني الله لك هات ايديك ترتاح بلمستهم ايديا يا حبيبي تعالى ولك تعالى تعالى يا حبيبي تعالى ولك تعالى تعالى قال له ما بتا قال له تعال ما بتا وكفاية اللي فاتنا هو فاتنا يا حبيبي الروح شوية حبيبي طم 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 يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ليلى حبيبي كل
شيء بقضاء يا حبيبي كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا سعداء يا حبيبي كل شيء بقضاء يا حبيبي كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا سعداء ربما يجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء وإذا أنكر خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن الحظ شاء فإن الحظ شاء فإن الله شاء سلم ولو سلم يا أستاذ الياس. صفاء صرنا عم زمان. تقولوا برافو بس انه هلا عم تمثلي بالبيئه الشاميه انت ايه كيف مثلا هلا بدك تعبري له عن هالاعجاب هي تغر قلبي بتشكل قاسي على هالصوت سيدي وسيد راسي شو هيدا سيدي وسيد سيدي وسيد شو بكي لك شو بكي تطلع على قبري وترقص دبكه يا شو عازك وعوازك وافرع بانبازك شو شايفتيني قدامك شو ومعبي عينك ليكون ليكون لا معباية عيني ولا معباية دلو يلعن بس انت وياه اختك على اختك شو لا بدك تقول بس انت ويانا نسكت بس انت يانا هو احلى شيء حلو هالشيء بيسيطر باخر لحظه سمعناك عم بتغني سمعناك عم تحكي وسمعتك عم تغزلي بالياس وعم بتغيظي ضرتك برناديت ايه طبعا بس لحظه الياس في عصفور هلا وقتك لا بس لازم يسلطن هيك لحظه لا شو هيدا سيجار سيجاريلو ممنوع حطها هون لا لازم بس كرمال يسلطن ممنوع ما في بس مش سيجار هذا بدي اعرض انا هيك طول لا هيدا صغير بس مفعوله كبير ما لا يا حبيبي هذا خليه لك لك منيحه صدقني بدي هيك هي هالعرض هالطول عندك خلص انا ممنوع يعني ممنوع الواحد حسب حجمه ارجع طبعا خلص نزل ايدك براءة لكن براءة انت ممنوع تدخن سيجار نرجع بس لصفا برافو عليه ذكي ليه؟ كيف عرفني بشرب ما سيجار؟ بعرف ما اسمه عصفور هو والله بس ذكي العصفور. بس ليه بتكره حدا يمنعك على شيء؟ شو لا شو بعمل؟ تكره حدا يمنعك عن شيء ايه مين بيحب حدا يمنعه تكره ايه بكره ايه طيب لو سمحت هلا اقعد هيك عاقل ممنوع سيجار ممنوع حكي بدنا نسمع صفاء سلطان تعال جنبي منك ايه اوكي من الرابعه ايه تعال جنبي. ايه اوكي صفاء التقليد اللي اكتشفك فيه الفنان ياسر العازي في وحده انا بحبها كثير بحضرها دائما بس شو تعمل هيك في بس وبتقعد هيك يا ما حدا عم بيحكي بقول ايه يلا اوكي اخر مره كنا عم نسمعك مين كان بيعمل هيك؟ ما بعرف ما بتعرفي ابدا؟ هلا بس انت القعده القعده هيك يعني انه وبتكون من فعل كثير رابعه فجاه بتصير على الهواء فبتعمل قصدك انا بمثل؟ قصدك بمثل يعني؟ انا كنت عم اقول لك قبل شوي ما كنت عم اقول انه لازم تمثلي؟ نعم لانه على فكره يا جماعه بدي اقول شغله عن جد مهمه رابعه ممكن تكون ممثله كثير ممتازه ما انا اصلا ناطره الادوار ما تغاري مني برناديت هلا رح يجي لا شو جوانا شو رايك لا بدنا رابعه تمثل فوت بدخل على التمثيل ولا لا خليكي هيك احلى والله خلص بسمع كلمه جوانا غير رابعه تفضلي لما كان عم بيطلع بأرب جات تالنت كان يطلع شيء انه حلو كثير فكانت كل وقت نجوى انه كل الوقت هي كثير مستمتعه بالشو اللي عم بيصير فهيك كل الوقت عرفتي فبعدين انا حبيتك من جوات قلبي هيك دخلت لقلبي هيك بلا احمل دستور عن جد انت من وين
بلادك من زحلة. حبيتك عن جد، حسيت انه في شيء. انا نعم بدي اياك من زحلة. لا حلو تحية يعني لنجوى كرم. طبعا أكيد. تحية كبيرة كثير لها، انا بحبها كثير. مين غير بتحبيه وبتقلديه؟ يحسدوني لما بدحن وبيقولوا لي يا بختك يا بختك، ناس كتير حاولت تحبك واقفة جنبك. هلا ما كثير حلو والله عليك. انا والله ما كثير شاطرة عن جد. لا انا بحبه كثير لابو وديع حبيبي مشان قلبي. هيك يعني شي مرة فكرتي تقلدي شوفوا جوانا؟ هيك إيه متقلدة. والله. لا انا ما بحب حرام اقلد الله حدا الصراحه. ما عندك موهبة التقليد؟ لا ابدا. أسمرة، شي مرة فكرتي بالتمثيل؟ بما انه معنا ممثلتين إيه، ثلاثة انعرض علي ثلاثة انعرض علي بصراحه، بالاخص من بعد ما الفيديو كليب اللي عمل لي اياه جو بوعيد عشقاك، اخر اغنيه لإلي. اوكي. بين كثير الكوتي انه في يعني جانب في موهبة تمثيلية. ايه هيك كانوا طلب مني، بس انا بعد هلا لا. ليه؟ ما بعرف، حسب كمان الادوار، حسب كيف، حسب يعني كله هيدا. بس هلا انا عم ثبت حالي اكثر. هلا التركيز على الغنى. صح. هلا رح ننتقل لفقرة شوي بتخوف، مثل ما شايفين في صندوق مربع اسود. هيدا لا حول ولا قوة بدي إلا اطلب بالله. من مين؟ انا بدي اقوم لعند برناديت، وخلي برناديت لو سمحتي تسحبي 3 كارت، ما تطلعي فيهم، ما تزعبري مدام. شايفتك كمشتك بعد ما وصلوا ما في ولا كارت. عطيني واحد. اوكي 2. هو عادة بيطلع أسئلة هن يعني أنتم 5 ضيوف، بيطلع ل3 ضيوف، يعني الاثنين بيزمطوا من السؤال يلا رب. و3 بينسألوا. بس قبل بدي لمح لكم، يعني حتى الأشخاص اللي ما حينسألوا رح لمح لكم شو الأسئلة. سترك يا رب. جوانا بلشت فيني. عن الدخلاء على مهنة التمثيل. أو لا، هلا صفاء مش أسمرة. عن الثورات بالعالم العربي. علي صوتك الله الياس. علي صوتك كرمال الله. عن الوصاية. الياس 3-1 فكرت. شو هذا؟ برناديت حديب. اشياء تصويريه. عن الخسارة. الوصاية؟ ايه. شو هي الوصاية؟ أسمرة. شو الوصاية؟ عن النجومية والصف الأول. أوكي؟ خلونا نشوف أول سؤال لمين طلع. طلع لصفاء سلطان. لك مو أنا. ليه مخبيه مدام؟ جلسي كلنا وراكي. وين رعبتي حبيبتي؟ ايه. سؤال. نعم. تفضلي قربي. لو صار اليوم بالأردن مثل ما عم بيصير بسوريا، بتغني لملك الأردن مثل ما غنيتي للرئيس السوري؟ ايه طبعا. تفضل. طبعا اكيد. وما بعتقد انه ممكن يصير بالاردن ثوره. ليش شو بده يصير؟ على شو بده يصير ثوره؟ بكفي بس بحال صار شيء، انت عم تقولي عم تحضري انا كنت عم حضر شيء هديه مني للملك الاردني اللي هو ملكنا جلاله الملك عبد الله. طبعا اكيد يعني انا كنت عم حضر شيء للملك الاردني. برناديت حديب. انا؟ ايه حضرتك. ما انت اللي اللي نقيت السؤال لك حبيبتي. فطابخ السم بدوقه، ما هيك؟ عامل الغياب برناديت خسرك كتير. ما بتلاقي انه اليوم في ادوار اذا ما لعبتيها رح تفقديها بعدين، ما رح تقدري تلعبيها بعدين. ما في شيء بقول عنه يا ريت. ما في ولا مره ولا لحظه بحياتي قلت يا ريت. انا بستمتع لحد هلا. لحديت انا عم بحكي لبعدين، وحتى لبعدين انا بستمتع بكل شيء بعمله، يعني كان بالتمثيل ولا برات التمثيل. وبشوف دايما يعني انا كثير ايجابيه، اوبتيميست بكل شيء بحياتي. فولا لحظه بقول يا ريت، ولا لحظه بقول لو، ولا لحظه بتطلع لورا. فدايما بتامل بالجيد وبالاحسن لقدام. وما بظن انه انا عم بيروح علي كثير اشياء، لانه انا مقتنعه باللي عم بعمله، واذا عملت شيء ماني مقتنعه فيه رح اندم. ثالث سؤال. مش لألك. الياس. لا نعم. مش لألك. مين؟ عم بقول انا السؤال هو نحن تفضل. صفيناكم. السؤال هو لجوانا كريم. مغضوب علينا. اوكي؟ اي والله. حضري حالك. جوانا شو بتقولي للي بيعتبروا انه انت دخيلة على مهنة التمثيل كونك جاي من عرض الازياء؟ شوفي، انا بنظري انه ما في حدا بيخلق بالعالم
وبهالدنيا انه هو عنده شيء. يعني هيدي كل شيء اوكي، في شيء اسمه موهبه الانسان بينميها شوي، بيطورها عن طريق الدراسه، عن طريق السفر، عن طريق في حسب انت شو هاويه هالشيء. يعني ممكن واحد يجاملك بدور بسيط، يطلعك كم مشهد 5 6 مشاهد، بس ليجي يعطيكي 50 مشهد و60 مشهد و100 مشهد و200 مشهد ودور بطوله، لا يعني هذا ما في جامل. يعني بالنهايه يقول لك المخرج في يطلع انه واحد يكون حلو واحد مش حلو، لا بس بالنهايه في شيء اسمه موهبه انت لازم تأديها. يعني اسماء رزمت من السؤال، انتوا استاذ الياس كرم ما طلع لكم اسئله بس ما حتزمت من الغناء. الحمد لله. بدنا نسمعك يا طيور، شو عبالك تسمعينا؟ يا طيور غني حبي وانشدي وجدي وامالي للي جنبي واللي شايف ما جرالي، اشتكي له يبتسم ويزيد ضلوعي يا طيور. صوري له حالي من سهدي ودموعي، غنت الأطيار من فوق الأشجار. أعجب الأشعار. قالي انا معجب بس هلا عم سوق بس اليوم عم بشلح وبلبس وهيك. بس خاصة بس جارنيه ابتكر التمليس المثالي بفضل وصفة برازيلية. التمليس صار سهل مثل لعبة الصغار. الترا دو بالكاكاو وجوز الهند. زبدة الكاكاو لتغذي الشعر وترخيه، وزيت جوز الهند ليملسه من دون ما يتقل. الترا دو خالي من البارابين بالكاكاو وجوز الهند لتمليس مثالي. مين بيعتني فيي؟ جارنيه. الترا دو بحجم أكبر ولكل العائلة نعومة أكثر ب4999 ليرة. والكرة منقولة وعالية الدقة لمصلحة الرياضية السعودية. كل الفن، كل الإبداع، كل الاتش دي. الآن الدوري السعودي ينتقل إلى بيته الجديد على الرياضية السعودية بالنظامين العادي والعالي الدقة اتش دي. عربسات عالمنا عالمكم. قالب قالب وين غايب عليا يومين، وين غايب عليا يومين، لا تغيب اكثر حبيبي خاف اموت من الحنين. قالب قالب وين غايب عليا يومين، لا تغيب اكثر حبيبي خاف اموت من الحنين. حبيبي ناسي لو شنو بسرعة تنسى يا حلو، ما تقولي يا معود شكو يعني شكو، لك لاجلك يا بنتك ممكن تشبعك بوسة، منك سمعت غنوة صوتي حلو. قالب قالب وين غايب عليا يومين، لا تغيب أكثر حبيبي خاف
وجهك يعني شالو إليك لأجلك يا بنات ممكن تشبعك بوسات بدنا سمعك غنوات صوتي حلو بس 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 مياو بس 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 شو احساس بس والله عجبتك شيء حلو. بس خاصة بس انا عندي بسينه في تعب عن جد صار لها عندي من 14 نيسان هدية بنتي على عيد طبعا. ميلادها بسينه حلوة هلا الغنية انبسطت استاذ الياس بسنياو. الا لون لحالها نحن غنينا كمان شوي لحن هي تبعها. طيب هلا ما حنقول بس نياو، حنقول العصفور، لانه هلا اذا جبنا سيره البسانه بطل يقرب العصفور طبعا، فهلا بنغرد له ليجي العصفور. عصفور بونسوار بونسوار بونسوار. كرسي خوفتيني يا رابعه، ما خليتيني فوت مشان على البسينه. قال انت الولد بيجي معك وبتيجي كرسته معه؟ الرزقه لا كرسته مش الرزقه. طب يلا هاي كرسة السيارة. اوكي هاي كرسة السيارة. كرسته للبيبي بابا نويل. ليكي هون عصفور نويل. هون في كثير كاميرات، انتبهي ركزي. انتبهي. ممنوع تصل. هلا شو الموضوع بالضبط؟ اشرح لنا. هلا الله عليك، انت موهوبه من صغرك مبين عليكي. هلا هيدا بياخذوا معي على البيت. اذا بدك، اذا قادره تحمليها خديها. انا اللي بحملها. ارجوكي، بعرف انه انت قويه دايما. زياد السرعه خللها على الليمون بتمون. بيتنا ما في انتاج ولا بتردون على الباب حتى الليمونه. هيك شغله. الو بونسوار، امك على الخط، شو بقول لها؟ شو بدك اياني اقول لها؟ ولا لي خلص انت احكيها خلص. ما في غير هيك حل. كم مست كول؟ 80 ارجوك. كم مست كول لقيتي على تليفونك؟ بس هيك فعلا؟ خلص انت خبري اللي بدك اياه. كثير رابعه. طيب صفاء شو الخبرية؟ شو قصة التليفون والمست كولات؟ مست كولات صار معي قصة مرة والله؟ ايوه وما عاد عرفت خلصها. والله؟ ايوه شكرا. كنت مرة عم صور بمسلسل فيه عن الجرائم القتل والقصص هي، فكنت كثير متوترة وكان يوميتها يعني تصوير المشهد تبع انه انا بقتل بنتي، فكنت كثير 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 متوترة وخايفة. فقلت لها لمشرفة الملابس، قلت لها معلش تخلي الموبايل معك بعد اذنك. فقالت لي اوكي. قلت لها مالي حابه يعني اذا بدي اشوفه كل شوي، اذا لقيت الماما او بنتي او اي حدا عم يتصل فيني من اهلي ما رح اعرف ادي المشهد. ففعلا اخذت الموبايل معها، صار بريك الاكل، بعد البريك قلت والله هيك يعني نغرش قلبي بدي اروح شوف الموبايل انه مين متصل فيني من اهلي وبدنا نصور المشهد، فانا في حاله توتر اوريدي يعني. اوكي. فمسكت الموبايل عملت هيك، لقيت 85 ميست كول من رقم غريب يعني ما بعرف، ولقيت ماما مره واخي سلطان مره. فانا فورا هيك يعني انهارت اعصابي انه اكيد 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 انه ماما صاير معها شيء وسلطان بده يخبرني، فما لحقوا يخبروني فعطوا التليفون لحدا يحكي معي، يعني خلص الشيطان لعب براسي هيك. فطلعت على اللوكيشن قلت له استاذ بس بدي احكي تليفونك. قال لي ايه صفاء هدي روقي. فانا اتصلت وفتحت سبيكر مشان الناس تعرف تتصرف. فتحت سبيكر قلت الو. قال لي الو. قلت له مرحبا. قال لي اهلين يا هلا. قلت له عفوا حضرتك متصل عندي 85 مرة، مين معي؟ قال لي مو انت الفنانة صفاء سلطان؟ قلت له انا ايه؟ قال لي انا معجب بس هلا عم سوق، حاكيني بعد 10 دقائق لانه في قدامي شرطي. فانا عفوا لحظة لانه هي بين ما قال لي يعني انا تخيل انه انا ما دقيت لماما او اخي مشان ما اسمع الخبر، اسمع من حدا غريب اقدر سبه وبهدله مشان انه يخرب بيتك، عرفتي؟ فقلت له لحظة بس عد لي مرة ثانية. قال لك مو انت صفاء سلطان؟ قلت له ايه؟ قال لي انا معجب فيك، يلا عم سوق قدامي الشرطي يلا باي سكري. فعلا كان لا انا قعدت انا فعلا المخرج انهارت اعصابه، عرفت؟ قال بريك قهوة يا شباب. بس مهضومة حلو مهضوم. لا 85 سكري يا اختي سكري. لا وانا شو قلت له؟ انا الافيه اللي انا قلت له بترجع بترد علي بعد 10 دقائق يعني انا قال لك هيدي روحي هيدي ما مصدقه على الصوت ديفيد بغرامه. ديفيد بغرامه. اسمرة شو؟
لوحة شو القصة؟ هيدي أنا البابا فنان تشكيلي بيرسم، فبقى من أنا وصغيرة عايشة على ريحة الزيت ويعني بخليط مزيج الألوان كتير حلو. فبقى مرة بتذكر كنت صغيرة وكان عم بيرسم رسمة وموصيينه عليها، بقى مستعجل كتير عليها ومعجوق فيها وهيك. أنا روح وأجي وهيك أتفرج عليه لاقيه معجوق فيها، بس هيك في شيء كان زعجني بالرسمة، باللوحة كبيرة هي. روح واجي انشغل بشيء هيك. مشيت انا هيك على رواق، قلت انا بدي اصلح له، استاذ بالجامعه مخصص بايطاليا يعني، انا بدي اصلح له. اخذت الباليت قدامي هيك في كل البنسويات والالوان، وقعدت بلشت انا كان بدي شغله صغيره بس صلح له. ظبطيها؟ ايه انا اللي بدي ظبطها. ظبطت هيك، لقيت حالي انه لا نزعت، بدي ظبط بعد اكثر 5 دقائق كانت راحت اللوحه، ما بقى موجود شيء منها. باليت كلها مخلوط، كل الالوان صار اسود على بني. حلو. جيت هيك عملتها هيك على جنب، ورحت قلت لها لماما بدي افوت نام بكير عن غير عادي، انا عاده ما بفوت بنام بكير. خفت عن جد لانه بوقتها خربطت له اللوحه، وثاني نهار ما استرجيت اطلع فيه. بلا رجعة. راحت بلا رجعه. الوقت ما استرجيت اطلع فيه، حرام هو ما قال لي شيء يعني. بس صار دائما بيقول لي سمر في حد اسمره. اسمره. هلا اسمره في عندك لإلك انت لوحه، وفي الالوان لإلك، خرجتي قد ما بدك حبيبتي، قد ما بدك بترسمي عليها، بس انه ما بتدقي بغير لوحات. حلو. ويا ريت رسمت عليهم يعني. جوانا شو هيدا؟ انا عم بتذكر عم بقول شو هاي، انتبه في كاميرا. شو هيدا؟ ممنوع التصوير. مرة كنت بالكويت، كان عندنا تصوير مسلسل مع نايف الراشد وهدى الخطيب، فكان عندنا مشاهد بالمكتب وهيك. فبتعرفي المكتب يعني المكاتب هي بتكون نحن عم نصور كأنه بشركة، فما في محل لتغيري ولا هيك يعني، وبدك كل مرة تفوتي على المكتب تصوير وتطلعي تصوير وتطلعي. فعملوا لنا حل، قالوا انه في المكاتب هيك مقسمين هن، وقالوا بيحطوا لنا هيك بردايه وخلص يعني، احسن ما نروح مشوار لبرا وهيك كرمال دغري نغير ونرجع. المهم خلصنا مشاهدنا، بقينا 4 ايام عم نصور باللوكيشن وهيك، خلصنا. اجيت فعم ضبضب اغراضي وما بعرف شو، فمعلقه بتعرفي بكل محل بتكوني معلقه ثياب هون عقد ما بعرف شو. فاجيت ما بعرف كيف في بلوزه طايره هيك يعني على اوضه هدى صايره على الحفه هون، فاجيت عم شيلها، عم بتطلع في شيء لقيته هيك مبروم. طب الكاميرا هودي السود اللي هيك بخلوهم، فما بلاقي الا كاميرا. قلت يا عمي انه معقول انا هلا كنت عم بشلح وبلبس وهيك والكاميرا هون؟ لا اكيد في شيء غلط. المهم رحنا خلصنا هيك، رحنا على السكيورتي، قلت له لمدير الموقع وهيك، عم بقول له انه نحن عم نغير وهيك هون، هلا هاي الكاميرا شغاله وهيك؟ قال لا ما بعتقد انه هي شغاله، بس راح اسال فيها. المهم راح سال المدير، قال له ايه بس ما تعتلهم ولا تضل ببالها، لان هيدي ما في حدا بيشوفها الا المدير صاحب الشركه. قلت له شو يعني ما بيشوفها الا صاحب الشركه؟ قال لي ما حدا بيشوفها، هيدي بس لصاحب الشركه، هو بيشوفها لحاله. قلت له ان شاء الله وين صاحب الشركه؟ شي بيطمن عن جد انه اجى وعم بيطمنا. قلت له شو طب صاحب الشركه وين؟ قال صاحب الشركه مسافر. طب المفتاح بدنا الهيدا. قال ما في حل الا ليجي صاحب الشركه. اخر شيء مضيناهم على تعهد انه رح ما لا ايفن حتى ما يشوفوا، بس السكيورتي يجوا ياخذوا بس لا ان شاء الله ما في شيء. ان شاء الله ياخذ الاحزان عن جد. بيرنا شو الكرسي؟ والصبي بتجي كرسته معه. انا ما فهمت اول شيء. وانا كمان وقت اعطاني الموبايل عن جد ما فهمت. بس حلو الكرسي. لا انا كنت عم مثل مع استاذ دريد لحام بمسرحيه اسمها صانع المطر. والله؟ وحياة الله ما بتعرف. لا ما بعرف. ما عندك فكره. حضرتها 100 مره. وبالمسرحيه اول بارت من المسرحيه انا بكون اخذي دور عبله، وعبله بالعين بالعين فعبله خاطبه عنتر، وعنتر حسام تحسين بيك. اول مشهد بفوت خطيبته، ثاني مشهد بفوت مرته، بيكون مصاحب الرقاصه، وبتفوت عبله حبله وعم بتردح انه يا عنتر النحس، عرفتي؟
فبيجي استاذ دريد قبل عرض المسرحيه بيقول لي بيرنا البطن صغيره مش مبين انك حبلي، كبريها شوي. قلت له انا حاضر استاذ. رحت عند مدير المسرح قلت له عرفان الله يخليك انه البطن صغيره كبرها شوي مشان استاذ دريد هيك طلب. قال خلص ولا يهمك. ما جربت انا البطن قبل ما فوت على المسرح، حطيت بسرعه لانه ما في وقت يعني بتفوت بعلي بربط وبضليني طاحشه. فتت وصلت على المسرح بيبرموا هيك حسام تحسين بيك ودريد لحام وبيقعدوا بالارض بيفرطوا ضحك. هلا انا اول شيء مش منتبهه شو، بعدين بيقول لي شو حاط؟ بتطلع انا هيك على البطن كرسي، ابدا كرسي كرسي مربعه شيء مربع قدامي ما له علاقه بالبطن. 5 دقائق على المسرح انا اول شيء جرب هيك بعوش فيها برمت على جو بعوش فيها انه بركي بيزبط الشكل شوي، ما كان يزبط الشكل، وكل ما بدنا نقول كلمه نرجع نطلع على البطن نفرط بالضحك. 5 دقائق نحن عم نضحك والعالم عم تضحك والمشهد ما تكمل، يعني كيف خلصنا بعدين ما بعرف. حلو حلو. الياس نعم. شو قصة ليمون؟ بيي بيكره النصابين كثير. فبيروح يشتري بردقان. مثلا مرة راح قال له بقديش الكيلو؟ قال له ب50 ليرة. 50 ليرة كثير كانت قبل، هلا يمكن صارت هيك. قال له ب50 ليرة. قال له 50 يا زلمة والله كثير. قال له بس ليك المنظر وهيك، وبعدين هذا فخم وجاي من لبنان. قال له ب50. قال له ايه؟ قال له طيب اعطيني 3 كيلو. هو عم بيعبي له، اجوا هدول تبع التموين اللي بيكتبوا مخالفات. مسك بي قال له عمو قديش باعك هداك صاحب البردان؟ قال له خلص ب30 مثل ما شو اسمه. قال له نعم. قال له ب30. قام بي مسك هداك قال له تعال عمو تعال حط لي 15 كيلو. حلوة حلوة. قال له خليك ولا تروح حط لي 15 كيلو. حلوة. أنا بدي أشكركم كثير، لا يمل من هالجلسة الحلوة، وطبعا الشكر الأكبر للمشاهدين الكرام. نلتقي الأسبوع الجاي مع حلقة جديدة ختامها مع الأستاذ الياس كرم. شكرا. يا ليلى ليلى يا ليلى يا عيني. يا قبضاي يا ليلي 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 ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب. ألست وعدتني أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب. فها أنا تائب عن حب ليلى ليلى يا ليلى. شجعوني خير. فها أنا تائب عن
عن حب ليلى فما لك كلما ذكرت تذوب يا لا قدروا يشيلوني من قلبك وما قدروا ينسوني إياك قدروا يشيلوني من قلبك وما قدروا ينسوني إياك حبيبي رح ابقى احبك ورح يبقى بدمي هواك قدروا يشيلوني من قلبك وما قدروا ينسوني إياك قدروا يشيلوني من قلبك وما قدروا ينسوني إياك يا حبيبي رح ابقى احبك ورح يبقى بدمي هواك يا غايب وبقلبي حاضر ما دريت بحالي شو صاير سهر الليل المال آخر ما كنت سهرت لولاك يا غايب وبقلبي حاضر ما دريت بحالي شو صاير سهر الليل المال آخر ما كنت سهرت لولاك سهر الليل المال آخر ما كنت سهرت لولاك قدروا يشيلوني من قلبك وما قدروا ينسوني قدروا يشيلوني من قلبك ما قدروا ينسوني حبيبي رح ابقى احبك رح يبقى بدمي هواك مهما تغيب تبعد عني وتضحك لغيري وتغني قلبي حالف يا شاغلني ما يرفرف إلا بسماء مهما تغيب وتبعد عني وتضحك لغيري وتغني قلبي حالف يا شاغلني ما يرفرف إلا بسماك قلبي حالف يا شاغلني ما يرفرف إلا بسماك قدروا يشيلوني عجمين ما قدروا ينسوني قدروا يشيلوني من قلبك وما قدروا ينسوني حبيبي رح ابقى احبك بدمي هواك حبيبي رح ابقى احبك ورح يبقى بدمي هواك